فيلمنا النهاردة بيبدأ مع شاب إنجليزي وبيكون في طريقه الجزيرة علشان يشتغل عالم أرصاد جوية. بيقرب منه الكابتن إكسل وهو بيولع سيجارة وبيقول له إحنا قربنا نوصل. وفي سبتمبر 1914 بيوصلوا أخيراً للجزيرة اللي ما فيهاش أي حد بيستقبلهم ولا فيها أي أثر لأي مخلوق. وبنعرف إن الشاب ده طالع الرحلة علشان يدور على عالم الأرصاد الجوية اللي قبله واللي المفروض كان موجود على الجزيرة، بس للأسف مفيش أي علامة تدل إن في حد هنا. فبيقرر الكابتن إكسل يروح معاه علشان يدوروا على العالم القديم ويتأكدوا إنه بخير. وبالفعل بيوصلوا للمنارة وبيخبطوا على الباب، بس مفيش حد بيرد. فالشاب بيقرر يفتح الباب بالقوة، وفعلا بيلاقي الشخص الوحيد اللي موجود على الجزيرة وهو جرونر. ولما الكابتن إكسل سأله عن الراصد اللي المفروض يكون هنا، جرونر رد ببساطة وقال إن الراجل مات بالتايفوس. في اللحظة دي جرونر ما كانش مهتم خالص بوجودهم، وكان ماشي عريان من غير أي إحساس بالخصوصية، وده ضايق الكابتن إكسل جدا. والشاب ساب المنارة ومشي، وبعدها الكابتن إكسل ودع الشاب ومشي هو كمان. وبنعرف إن اسم الشاب هو فريند. بعدها فريند بدأ يتمشى في الجزيرة وهو حاسس إن حياته هتبقى شبه الراصد اللي قبله، علشان لازم يقعد سنة كاملة يراقب اتجاه وشدة الرياح لحد ما حد تاني يجي يحل مكانه. ولما رجع للكوخ علشان يظبط حاجاته، لقى مذكرات الراصد القديم وعرف إن اسمه كان ألدر، ولقى كمان رسومات وصور لمرات ألدر وحتى رسمة للمنارة واللي جنبها كائنات غريبة. وتاني يوم الصبح لقى شكل غريب معمول من الأصداف والحجارة على الأرض. بعد كده راح قريب من الساحل، ولما بص من المنظار شاف جرونر ماشي عريان وبيعمل تمارين. بالليل وهو قاعد بيقرأ سمع صوت خربشة بره بابه وافتكر إنه جرونر، بس الأصوات بدأت تعلى ومعاها خربشة جامدة جدا. وفجأة شاف إيد شبه الزواحف بتدخل من تحت الباب، فداس عليها فوراً. الكائن الغريب ده اتنرفز، ولما الأصوات زادت استخبى فريند تحت أرضية الكوخ. وفجأة الكائنات دي هجمت على الكوخ، بس ما لقوش حد. ولما سكتت الأصوات بص من فتحة صغيرة في الأرض، والكائن ده بصله من نفس الفتحة، فطعنه فريند بالسكينة في عينه واتخض جدا وقفل على نفسه تحت الأرض لحد تاني يوم الصبح. راح لجرونر وطلب منه يقعد معاه في المنارة، لكن جرونر رفض. ففريند قرر يقاوم ورجع كوخه وقضى اليوم كله يعزز حمايته، وكان فرحان قوي لما لقى بندقية وسط صناديق المعدات. وبالليل الكائنات دي بدأت تظهر تاني من الضلمة وبتتحرك ناحية الكوخ، بس المرة دي كان فريند مستعد ليهم وبدأ يضرب نار عليهم وهم بيحاولوا يدخلوا الكوخ. بس كان عددهم كبير قوي، فاضطر يولع نار علشان يخوفهم، وفعلا النار خلتهم يهربوا. بس النار مسكت في الكوخ وفريند جري بسرعة وهو شايف بيته بيولع. وتاني يوم فريند شاف جرونر طالع من المنارة، فمشي وراه بهدوء ومن غير ما يحس لحد عنده الصخور، وكان ناوي يهجم عليه، لكن اتفاجئ بكائن بحري أنثى لونها أزرق هجمت عليه، وعلشان كده وجه البندقية ناحيتها، بس جرونر منعه وقال له إنها مش مؤذية. وفي اللحظة دي استغل فريند الفرصة وقدم شوية من حاجاته لجرونر مقابل إنه يبات عنده. فجرونر قدم فريند للكائن دي وقال لها إنه صاحبه علشان تعامله كواحد منهم. وبعد كده دخلوا كابينة جرونر علشان ياخدوا شوية حاجات، وهناك فريند فهم إن الراصد اللي قبله ما ماتش بالتفوس، لكن الكائنات دي هي اللي قتلته. وبيقول له إنهم لازم يرجعوا المنارة قبل الغروب علشان الكائنات دي ممكن تهجم تاني. وبعد ما وصلوا جرونر تعب ووقع على الأرض. وتاني يوم فريند صحي فجأة على الكائن الأنثى وهي بتلحس إيده وكأنها بتحاول تعالج الحروق اللي فيه. وبيجي جرونر وبيبدأ يحسب الذخيرة وبيشرح له إن الكائن دي واللي بيسميها الضفدعة زي الكلب اللي ما بيسيبش صاحبه حتى لو كان بيعذبه. فريند كان منبهر بيها وشايف إنها مختلفة عن باقي الكائنات، بس جرونر حذره وقال له ما يثقش فيها علشان شكلها الهادي ده بيخبي نوايا شريرة. وبعد كده أخده ووراه باقي المنارة وطلع بيه لفوق وسأله ليه ما سبتش الجزيرة من زمان مع إنك تقدر؟ لكن جرونر رد وقال له أنا مش ناوي أرجع للعالم التاني، أنا حابب أعيش هنا لوحدي بعيد عن الناس. فريند قال له أنا همشي أول ما السفينة تيجي، فجرونر قال له مع السلامة. في نفس اليوم فريند كان بيفكر إزاي كام يوم من العزلة غيروا نظرته للدنيا، وفجأة وهو بيظبط حاجات شاف الكائن دي وهي بتاكل شمعة، فحاول يشرح لها إنها مش للأكل،
لكن فجأة جرونر نادى عليه وقال له يجيب البندقية. وبالليل شاف جرونر بيجهز نفسه للهجوم، وبدأ يعلمه يعمل إيه، وضرب طلقة من مسدس الإشارة، وده كان بداية ليلة طويلة جدا. في الوقت ده الكائن الأنثى كانت بتعول السماء، وفجأة مجموعة كبيرة من الكائنات هجمت على المنارة، وجرونر بدأ يضرب نار، وفريند اتشل من الخوف ومشي لورا لحد ما وقع على الأرض وفقد الوعي، وجرونر فضل لوحده يقاتل الوحوش. وتاني يوم فوقوا جرونر بالمية، وكان متعصب جدا من خوف فريند وقال له يروح يجيب مية. وبعد ما رجع قعدوا يتغدوا في صمت مريب، وفجأة جرونر خبط على الترابيزة وقال له هي دي فرصتك الأخيرة. بالليل جرونر أخد مسدس الإشارة وبدأ يلفت انتباه الوحوش، ففريند خاف تاني، وجرونر حبسه في البلكونة وسابه يواجه الوحوش لوحده. ورغم إنه كان بيسمع صوت ضرب النار وصريخ فريند إلا إن جرونر نام. وتاني يوم الصبح اتفاجئ لما لقى فريند لسه عايش وجسمه كله متغطي بالدم وباين عليه التعب. وعدت شهور وتعودوا على الروتين لما الكائنات تهجم كل ليلة، وبقت الأيام كلها شبه بعض والليالي بقت أطول، وفريند بقى بيجيب المية وجرونر بيصنع السلاح. وفي يوم فريند يشك إن الكائنات دي بتيجي علشان تاخد الأنثى، بس فضل يسأل نفسه ليه بتسيب أهلها يموتوا، وليه مش بيهجموا كل ليلة؟ بس جرونر ما كانش مهتم بالأسئلة دي. بعد كده فريند راح لكوخه القديم وبص في المراية واتصدم من شكله، وحاول يفتكر نفسه زمان. وهو راجع شاف هيكل حوض ضخم وأخد منه حتة عظم، والليلة دي ما كانش فيها هجوم، وده خلاه يفكر إن لحظات الهدنة أصعب من الحرب نفسها. وهو بيتمشى شاف الكائن الأنثى وقرب منها لأول مرة، ولمس كمان جلدها البارد وبدأ يحس بإعجاب ناحيتها. لكن جرونر كان بيستغلها كخدامة وعبد عنده. وفي يوم تاني جرونر دعا فريند يلعب شطرنج، وهم بيلعبوا فريند بدأ يحكي ملاحظاته عن الكائنات دي، لكن جرونر قال له اسكت والعب. وفجأة جرونر رفع سلاحه وقال له في كائن وراك. وفعلا الوحوش كانت بدأت الهجوم، والليلة دي كان الهجوم قوي جدا ومفاجئ، وعلشان كده اضطروا يطلعوا لفوق المنارة. لكن جرونر اتعض في رجله، فاضطروا يقفلوا على نفسهم في القمة والوحوش بتحاول تكسر الإزاز. بدأ جرونر يغني أغنية حب حزينة لحد الفجر، ولما طلع النهار الوحوش اختفوا. والصبح أنرس عالجت رجل جرونر بلسانها، وكل اللي معاهم خلص حتى الذخيرة. وبعدها فريند شاف سفينة جاية فجرى علشان يجيب مسدس الإشارة، لكن جرونر منعه وربطه في الأرض. فأنرس حاولت تحميه، لكن جرونر اتعصب وأخد المسدس وخرج. فريند اتعصب وفضل يزعق له وقال له إنه بيخاف يفضل لوحده. وبعدها فريند حاول يتكلم مع أنرس ووراها مركب صغير نحتوه من العظم، لكن أنرس أخدته وورته مركب حقيقي متساب على الشط بعيد عن المنارة. فرجع فريند وقال لجرونر إنه عارف القارب ده كويس، وإن في واحد برتغالي استخدمه قبل كده، لكن الوحوش قتلوه. وكمان قال له إن في متفجرات في حطام السفينة، بس غالباً بايظة من المية. فبيقرر فريند إنه ينزل للمركب وإنه يستخدم بدلة الغوص البحرية القديمة، لكن جرونر قال له إن ده يعتبر انتحار. وبعدها فريند بدأ يظبط ويدهن المركب علشان يجهزه، وفي اللحظة دي سمع صوت ولقى أنرس بتعوم، فقرر ينزل يعوم معاها وقرب منها، لكن في الوقت ده كان جرونر بيراقبهم. وبعدها بيرجع فريند للمنارة، وبيجي جرونر وبيديله بدلة الغطس، وبيوافق فجأة إنه يروح يغطس، وده طبعا علشان يخلص منه بعد ما شافه بيقرب من أنرس. وتاني يوم الصبح راحوا للمركب، وفريند نزل يدور على المتفجرات وقال له إنه هيشد الحبل 3 مرات لو احتاج هوا. وهو تحت المية لقى صناديق متفجرات وبدأ يطلعهم، لكن شاف كائن صغير واتخض منه ووقع في قاع البحر، والكائنات حصرته، وجرونر كمان ما كانش ناوي يساعده. بس فريند خلع البدلة وطلع وجرونر سحبه. ولما رجعوا لقوا صندوق واحد بس هو اللي فيه المتفجرات سليمة، وبيكون فصل الشتاء قرب وبدأوا يخططوا يجذبوا الوحوش جوه المنارة ويفجروهم. بس الليلة دي محدش هاجمهم، وعدت 3 أسابيع. وفي يوم فريند شاف جرونر وهو قاعد في البلكونة بيترعش من البرد وهو مستني هجوم الكائنات، فقال له يدخل يرتاح شوية.
وفي يوم وهم قاعدين مستنيين أنرس تحضر الغدا بيلاقوها جابت نجم بحر بدل السمك، فضربها جرونر وزعق لها واتهمها إنها خانتهم. فبيمسك فريند وبيقول له على خطة جديدة وإنهم يسيبوا الباب مفتوح ويعمل لهم كمين. وبالليل سابوا الباب مفتوح وجرونر قعد فوق في بلكونة المنارة علشان يفجرهم، لكن ما حصلش أي حاجة. فجرونر جر إنرس وخلاها تعيط بصوت عالي علشان الكائنات تيجي على صوتها. وفجأة الوحوش هجمت من الباب على فريند وهو بيولع الشمعة، فبدأ يتقاتل معاهم وقدر يهرب منهم، وبيجري يبلغ جرونر إن الوحوش هجمت على المنارة. لكن المرة دي المفجر ما كانش شغال، ففريند طلع فوق ووصل المفجر، وفعلا حصل انفجار كبير جدا وماتت وحوش كتير خالص. لكن جرونر حس إن الانفجار ده مش كفاية، ففجر قنبلة تانية قريبة ووقع هو وفريند على الأرض. وتاني يوم فريند لقى جرونر مرمي على الأرض، الوحوش كانت ميتة على الشط وجرونر قتل الباقيين بالرمح. وفريند لقى كائن ميت لابس عقد وفهم إنهم مش وحوش، بس جرونر أخد العقد ورماه في البحر. وبالليل سمع إنرس وكائنات تانية بيعيطوا على أهلهم، فجرونر قال له إنه أنقذ إنرس وهي صغيرة من شبكة كان الصيادين هياخدوها، وإنها مديونة ليه بحياتها. لكن الغريب إن إنرس اختفت، وجرونر قال لفريند إنها هترجع زحفة تاني كالعادة. وفي الوقت ده فريند كان حاسس بالندم من اللي بيحصل. وتالي يوم الصبح فريند رسم دايرة بالحجارة وحط المركب العظم جواها على أمل إن حد يجي ينقذه. وجرونر كان لسه بيجهز القنابل، لكن برضه مفيش أي هجوم. وتاني يوم جرونر كان نايم وفريند بيرتب حاجاته وبيلاقي صورة فرح مكتوب عليها كلمة حب لنفس الست اللي لقى صورتها في الكوخ، وبكده عرف إن جرونر هو الراصد القديم وإن لسه جواه مشاعر إنسانية. وبعدها فريند مسح الأيام من على الحيطة لأنه نسي حتى هو جاي ليه، وبقى هدفه الوحيد إنه يفضل عايش. وبعدها راح الشط وشاف إنرس وكائنات تانية جايين، وكان مصمم إن إنرس لازم ترجع له تاني بأي شكل. وجرونر راجع للمنارة وفجأة ضرب الكائن الصغير وقتله، فإنرس بصت لفريند بخيبة أمل كده وسابته ومشيت. وفريند راح بسرعة ورا جرونر علشان يمنعه إنه يقتل حد تاني من الكائنات دي. وبالفعل اتخانقوا مع بعض، وجرونر ضرب فريند وطعنه في رجله. لكن جرونر قام وكان هيقتله بالفعل، بس فريند نادى عليه باسمه الحقيقي وقال له أنت مش قاتل. جرونر وقف ورمى الفاس وقال كلمة حب وخرج يبص للسما وسلم نفسه للوحوش وقتلوه. وبعد شهور السفينة وصلت علشان تبدل فريند، والكابتن نادى عليه باسم جرونر، وفريند سابه ومشي ومرضيش يقوله على شخصيته الحقيقية، وبقى هو جرونر الجديد. وبعد كده وقف في بلكونة المنارة يبص على السفينة وإنرس بتجري على البحر وبتعوم بحرية من جحيم للتاني. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.